لو بتخس ولسه مش شايف نتيجة، ممكن يكون جسمك بيعاني من حاجة اسمها مقاومة أنسولين. تعالى نفهمها مع بعض. مقاومة الأنسولين يعني إن خلايا جسمك مش بتستجيب كويس للأنسولين، والأنسولين ده الهرمون اللي بينظم السكر في الدم. لما ده بيحصل، جسمك بيحتاج يفرز أنسولين أكتر عشان ينظم السكر، وده بيخلي وزنك ما ينزلش بسهولة. لما بتخس المفروض إن الأنسولين بيقل عشان جسمك يحرق الدهون، لكن لو في مقاومة الخلايا مش بتستجيب والأنسولين بيزيد، وده بيخلي جسمك يخزن الدهون بدل ما يحرقها. ومقاومة الأنسولين بتكون مرتبطة غالبا بزيادة الوزن، خصوصا في مناطق البطن، وده بيصعب خسارة الوزن. أعراض مقاومة الأنسولين ممكن تكون تعب أو إرهاق أو صعوبة في خسارة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم أو ظهور بقع داكنة على الجلد، وأحيانا زيادة الدهون الثلاثية. عشان تتغلب على مقاومة الأنسولين لازم تقلل من الكربوهيدرات والسكريات، وتزيد من الألياف والبروتين، وتمارس الرياضة بانتظام. خسارة 7% من وزن جسمك ممكن تقلل من مقاومة الأنسولين. كمان لازم تبعد عن المشروبات والمحليات والسكريات المضافة لأنها بتزود من مقاومة الأنسولين. لو حاسس إنك بتخس بصعوبة أو وزنك واقف، ما تستناش، استشير أخصائي تغذية متخصص زيي عشان نحدد مع بعض لو عندك مقاومة أنسولين، ونظبط لك نظام غذائي يناسب جسمك وحالتك، يساعدك تتخطى المشكلة دي بسهولة وأمان.